السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حلقة جديدة من قناة محمد خالد، والنهاردة بإذن الله هنشرح خطة 6-3-1 حرف ال A، وهي خطة من أهم الخطط في اللعبة، بالذات لو فريقك ضعيف وهتلاعب فريق قوي، فأنت يفضل إنك تلعب بخطة 6-3-1 لأنها خطة مضمونة إن شاء الله، وهتفوز بيها المباراة ضد أي فريق أيا كانت القيمة بتاعته عالية أو لأ. هنروح نشرح الخطة على طول. الخطة اللي معانا هي 6-3-1 حرف ال A. بصراحة أنا أفضل الخطة 6-3-1 حرف ال A، وفي حياتي ما جربت الخطة 6-3-1 حرف ال B، عشان لو حد سألني أنا بصراحة مش عارف التكتيكات بتاعتها. المهم الخطة هنا هنكمل بلعيبة من نص الملعب، لأن أنا ما عنديش هنا لعيبة خط وسط دفاعي. مثلا أيا كان يا شباب، عشان أنا ما عنديش أكمل باقي التشكيلة خطة 6-3-1. مهم في خطة 6-3-1 حرف ال A هنحطه معروفة قدام مهاجم صريح في نص الملعب. لو تقدر تحط التلاتة وسط هجومي، زي مثلا لعيب سوبوزلاي، وزي اللاعب لوروزينزو اللاعب اللي على اليمين في نص الملعب. وأيضا الستة في الدفاع هنحط الأربعة اللي هم في النص دول، ده الوسط اللي هو ده واو اللي هم لعيبة قلوب دفاع. وعلى اليمين هنحطه باك يمين، وعلى الشمال هنحطه باك شمال. هنروح على التكتيكات مباشرة، وإن شاء الله التكتيكات معانا تبقى الهجوم المرتد. وهنا الهجوم هيخلوه يساند خط الوسط، ونص الملعب حماية خط الدفاع، ورقابة دفاع منطقة مصيدة تسلل لا، وقطع الكرة على حسب لون الحكم. وهنا هنرجع الهجوم، هنخلوه دفاع باستماتة 19%، وإيقاع اللعب التمرير السريع 69%، والضغط على الخصم هنخلوه طبيعي 39%. زي ما انتوا شايفين الهجوم المرتد، نص الملعب حماية خط الدفاع، والهجوم حماية خط الوسط، والرقابة دفاع منطقة التسلل لا، قطع الكرة على حسب لون الحكم، الضغط على الخصم هنخلوه طبيعي 39%، العقلية دفاع بالسمات 19%، وإيقاع اللعب التمرير السريع 69%. وإن شاء الله جربوا الخطة دي واكتبولي في التعليقات عملتوا ايه بيها نتائج. وها هنا قد انتهى الفيديو، هرجوكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يأتي لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.